مرحبا. فتة، يعني بس نقول فتة، شو ما كان بالفتة وشو ما كانت بتكون طيبة، لأنه كومبينيشن الخبز المقلي مع اللبن شي كتير طيب. اليوم بدي أعمل فتة مكدوس. هلا حتقولوا لي أنت شو دخلك فتة المكدوس؟ هيدي أكلة بعتقد إنها سورية، وأنا إلي حصة لأنه الستة نصها سوري، يعني ستو لبية سورية، فبيطلع لي إنه روح شوي على المطبخ الشامي وأعمل أكلات طيبة مثل فتة المكدوس. وهيدي الأكلة شخصين بيعرفوا يعملوها كتير طيبة. أول شي مؤيد يلي هو ورا كل هالفيديوز الحلوين يلي بتشوفوهن، وتاني شي صديقتي جمانة، هلأ هي بسوريا بدي إلا هاي. إن شاء الله أعملها مثل ما أنتم بتعملوها. تعلمتها أكتر من مؤيد، بس كنت أكلها كتير عند جمانة بس كانت جارتي. الباذنجان في يكون ياسات. هلا عادة مثل ما بعرف انه بتنعمل بالباذنجان يلي هو بنستعمله للباذنجان المكدوس، بيكون شوي اصغر وانصح، بس ما لقيت. بتعرفوا مش كل الوقت منلاقي. لقيت من هيدا الباذنجان الطويل هون بالسوق بالامارات، عم بيكون اسمه باذنجان عماني، وبيجي كمان مثله من لبنان، وبيجي كمان مثل ما قلنا الباذنجان الصغير. هلا عم قشرهم بطريقه هيك يكونوا ريه، يعني مش تقشير كامل، لحتى كمان تمسك شوي الباذنجانه وما تفرط على الاخر بس بدنا نقليها. وبهالوقت انا عم حمي النار، الزيت على نار حاميه لحتى نقلي فيه الباذنجان. بالوقت يلي عم كون عم بقلي الباذنجان رح قلي لحمة مفرومة. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، عندي تقريبا 15 حبة من الباذنجان، ورح نحضر اللبن، رح نقلي الخبز، رح اخدكم بالخطوات بسرعة. الفرق بين فتة الباذنجان اللبنانية وفتة المكدوس انه فتة الباذنجان ما فيها لحمة مفرومة وما فيها هيدي الطريقة يلي رح نعمل فيها صوص البندورة. رح تلاقوا بعض الإضافات يلي زدتن أنا بهالريسيبي. هيدي هيك شوية تيبس مثل ما قلت لكم من يلي تعلمتن منها، وكمان بس دقتها لقيتها كتير طيبة. رح نزيد لها البابريكا ورح نزيد لها هيك كم شغلة بتعطي كتير فرق بالطعمة. احضروا الفيديو للآخر لحتى تعملوها على الأصول. مثل ما بتعرفوا الباذنجان حتى ينقلى منيح وما يشرب كتير زيت لازم يكون الزيت حامي، هيك بينقلى مزبوط، ما يكون عم يحترق الزيت بس ما يكون بارد. رح بلش بقلي الباذنجان. بالوقت يلي عم قلي فيه الباذنجان، سامعين صوت الباذنجانات عم ينقلوا، رح اقلي اللحمه. اول شي بنقلي البصله، زيت الزيتون بتطلع اللحمه بتجنن. هلا انا كيف بقلي اللحمه المفرومه؟ بس هيك شوي يدبل البصل، شو بعمل؟ بزحه على جنب وبنزل اللحمه. قرفة، بهار حلو للي ما بيعرفوا صرتوا تعرفوا، خبرتكن عنها بفيديو تاني. فلفل اسود، واكيد لازم شوية ملح. قلينا الباذنجان، تركتهم شوي ليبردوا لنقدر نحشيهم، وقليت خبز عربي مقطع وجاهز صار. هلا بدي اطبخ شوي البندوره وحط بقلبها الباذنجان. بحب بهاي الاكله استعمل البندوره يلي بتجي معلبه، طعمتها بتجي اقوى وبتطلع اطيب. اذا ما عندكم قطعوا راسين او ثلاثه من بندوره تكون مستويه كتير منيح، واكيد لازم تقشروها قبل ما تقطعوها. رح نزل عليهم البندورة. هلا بهيدا الصحن رح احط شوي صغيرة مي، رح زيد عليهم شوي صغيرة من البهار الحلو، شوية فلفل اسود، واكيد ملح.
وحتى نعدل الطعمات رح حط هون على قد معلقة صغيرة من السكر، رح حط معلقة صغيرة من خل العنب أو خل التفاح، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ونحركهم. هلأ رح بلش احشي الباذنجان هيك بالسكينة، نجرحهم شوي ونبلش نحط اللحمة المفرومة. مثل شيخ المحشي نحن بنسميها أو الكوكتيل، نفس الشي. رح اخذ كل حبة ونحطها هون بقلب البندورة. مثل ما شفتوا غطينا الباذنجان، هن اثنيناتهم مستويين الباذنجان واللحمه، بس لحتى يتسبكوا منيح مع البندوره رح غطيهم على نار هاديه 10 دقائق. بهالوقت رح قلي شويه صنوبر او اي قلوبات عندكم اياها، وفيكم بلا قلوبات، بعرف بهالايام غاليين صاروا وصرنا بنحسب حساب اذا بدنا نجيبهم. ورح بحضر لبن مع الطحينه ومع الثوم، شويه طحينه، شوية حامض، نص حامضة تقريبا. هون عندي نص كيلو من اللبن، أنا عادة ما بحب الثوم كتير، بس الشباب بدهم مع ثوم، طلبوا مني كتري الثوم لهالأكلة. يلا وملح ونخلط. إذا بدكم ترخوا شوي اللبن فيكم أو تحطوا مرقة دجاج أو شوية مي. كل العدة جاهزة. هيدي الأكلة لازم ليلي ما بيعرف، أكتريتكم بيعرفوا بس بيسألوني يعني كيف نعملها. كل المقادير لازم تكون جاهزة والطاولة لازم تكون جاهزة لحتى دغري تتاكل، حتى الخبز ما يتش، يضل يقرمش واللبن يضل بارد. أول شي بدنا نحط الخبز المقلي، فيكم تعملوا خبز محمص بس المقلي كتير أطيب. هلأ هيك نسقي الخبزات بشوية صوص بندورة، عندي كتير صوص هون. وبعد شوي هلأ اللبن اخد الباذنجان بشوية صنوبر، رح زين مثل ما قلت لكم الصنوبر اختياري. شوية رمان، رشة بابريكا، وشوية دبس الرمان، وهيك أنا بحب مايكرو جرينز الأخضر بيعطي جمال. فيكن تحطوا نعناع، فيكن ما تحطوا شي، بس هيك لنلون شوي الطبق يطلع حلو
ومزين بطريقة حلوة. مين حضر الباذنجانات لحتى تعملوا فتة مكدوس أو فتة باذنجان؟ يلا اكتبوا لي كومنتس إذا عجبتكم هيدي الطريقة وإذا جربتوها أو رح تجربوها.